في الفصل الأول من كتاب دراسة في طبيعة المجتمع العراقي لعالم الاجتماع العراقي علي الوردي، ذكر أن العراق قد تميز بحضارة عريقة مزدهرة، وهذا ما أثر على شعبه من جهة، ومن جهة أخرى أن العراق يقع على حافة منبع البداوة وهي الجزيرة العربية، حيث أن العراق يتلقى الموجات البدوية واحدة بعد الأخرى إما عن طريق الفتح العسكري أو التسلل التدريجي. وهكذا يكون العراق بين قيمتين اجتماعيتين هي قيم البداوة وقيم الحضارة. وهكذا عانى العراق من صراع نفسي واجتماعي، لأنه لا يستطيع أن يطمئن على قيمه الحضارية لزمن طويل بسبب الموجات البدوية، وأنه من جهة يريد أن يلائم ظروفه الخاصة وهي وفرة مياهه وخصوبة أرضه وحضارة وطنه. وفي العراق وفي شخصية الفرد العراقي القيم البدوية تستفحل في الفرد تارة وتقل تارة أخرى على حسب قوة الدولة، فالدولة هي من أسس الحضارة، ويمكن تقريب معنى هذا على ظاهرة المد والجزر. يأتي المد البدوي تارة فيسيطر على المجتمع العراقي، ينحسر عادة ليظهر مكانه المد الحضري. ينقل البدو عاداتهم من الصحراء إلى العراق حاملين سلبيات عيشهم، مما أنشأ في العراق ما يسمى بالتناشز الاجتماعي، حيث أن الشعب العراقي هكذا يقع بين الصفات البدوية وما تفرضه عليه الحضارة، وهذا أدى إلى ازدواج شخصية الفرد العراقي. ويجدر الإشارة أن ازدواج الشخصية في علم الاجتماع يختلف عن معناه في علم النفس. وقوع الفرد العراقي بين قيمتين اجتماعيتين، البداوة من جهة والحضارة من جهة أخرى، أدت إلى نوع من الازدواج في شخصيته. ففي بحث للباحثان بيغ وماغايفر، عندما يتعرض الفرد لمطالب ثقافات اجتماعية متناقضة لا سيما في مراحل نموه الأولى، قد لا يتمكن من تكوين شخصية متكاملة في نفسه، فيحاول أن يوفق بين تلك المطالب المتناقضة دون جدوى، ولهذا فهو قد يصبح ذا شخصية مزدوجة قليلا أو كثيرا.